يلعب كرة شياب والرأسية، الهدف الأول، الهدف الأول. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، لايك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. التونسي رسميا في حالة التأهل ودخوله في مواجهة فريق عربي، يا الأهلي أو الجيش، بيراميدز أو الهلال السوداني. هنا عرضية، هنا بداية ترجية، يمشي ترجي الجرينتا والروح والطموح وفرصة عرضية وضربة جزاء للترجي الرياضي. الحكم ماذا يقول؟ بيتر يقول ركنية. هل لمسة الكرة يد اللاعب الأنغولي؟ الترجي بادي بامتياز، بادي بما يجب في مباراة القمة، لا تفكير في نقطة التعادل. الترجي في رادس، يمشي كرة ترجية بالراس، يدخل بقوة توغاي، هو خط لحارس أنغولا هوغو ماركيز. بالراس باهية برشا من دياكيتي، يمشي كوناتي، كوناتي يدخل كوناتي، يشوط كرة وكرة برا من كوناتي. لاعب صاحب امكانيات كبيره جدا على المستوى الفني، ولكن عنده الفينيش ناقص برشا، يلزم يخدم على اللمسه الاخرى امام هذه المره. 3-1 للترجي في المنزه على بريميرو، 1-1 في الاياب في اخر اللحظه الاخرى بالراس. هذا يؤكد في جرد الدوراسي بتشكيله بيترو اتلتيكو. الهدر ثم ضد فريق سيمبا، وسيمبا ب10 ملاعبيه. 1-1 في الدقائق الاخيره. هوسي اللاعب أنطونيو في تشكيله بيترو، عنده امكانيات كبيره ومتعدد الاختصاصات الرياضيه. ترجع كرة من حمزة جلاسي في الطريق، تحولات هجومية، عودة معاه باهية برشا من دياكيتي، حل على اليمين بعيد على ينساس، لكن يدخل دراجر والتماس للترجي. حاجة عليه معز حلوة، دياكيتي خرج كرة عن طريق بن حميدة، وبن حميدة بعيدة، ولكن ما زال الترجي دراجر كما جاءت للمباغتة. وكرة عام 80 في لواندا كانت أول مواجهة تونس أنغولا. يتقدم الفريق الانغولي، لواندا في الهجوم، خطيره العرضيه صعبه جدا وفي خطر لعبه. لاعبين مهاريين محترفين وجانا من على الطراز، والكره للبرتغالي، توزيعه اخرى، حضور ممتاز من حسام تقاي، يغطي ويربح تماس. تمرات ان شاء الله يعدي الترجي المجموعه ومن بعد الوقت في صالحه. والكره من معز، حاجه عليه وكره قريبه، فرصه للترجي التونسي. اول كره للترجي الرياضي. بن حميده يلعب كره واحده اثنين، ضاعت على بن حميده، ما مشاتش لين مع كوناتي. ترجع الكره للفريق ترجع كرة لجلاسي، باهي من ينساس، يتقدم دراجر ممتاز، دراجر يعطي الباس، الدفاع متفتن، يضغط بيترو، لأنه تلعب اليوم أمام فريق يلعب كرة، يعرف يلعب كرة. خطيرة جدا، 1-2، ولكن موجود حسام، باهي من تقاع، سايب كرة تقاع في فاول. برازيل اليوم، كوناتي روعة، كوناتي حط الكرة، سوء تفاهم بن حميدة ويسهل للربع نهائي. كرة ترجية، دياكيتي يرجع الكرة لكوناتي، حط الكرة لدياكيتي يشوط، كرة سهلة. محاولة كبيرة للترجي التونسي يا دياكيتي، كانت محاولة أبو بكر. ما نتأكد منه أنه الدفاع الأنغولي في المنافسة على اللقب، العين دائما على مشاركة أخرى في كأس العالم، والترجي عنده تاريخه 14 فيفري سنتكلم فيه في وقته. ترجع كرة ترجية، يمشي الحاج، يمشي معز، وفيها خطأ للترجي التونسي. يلعبوا برشا ذكاء، يلعبوا برشا هدوء، فريق تحسه متحرر بعيدا عن الضغط، وهذا يبشر بالخير. يمشي بالكرة، يمشي بوعالية، حط الكرة في الجدار، كرة منطقة الجزاء، ارتباك ولا حرام انك الكرة تبعد. كوناتي برازيلي في فورمه اليوم، دياكيتي يحل على اليمين، يمشي كرة للترجي وفي تسلل. توغاي مغطي، بن سعيد مرتاح. ترجع كرة معز، حاجة عليه، ممتاز معز اليوم، الدور اللي في الاتحاد المنستيري على اليسار، صعيبة برشا. كرة لفريق بيترو،
خرج كرة عرضية صعبة جدا بالك ومش ممكن على العارضة. اخطر كرة لبيترو يا ستار يا مان على الاخطار. مش ممكن كيف يسبق المدافع. والكرة على العارضة في الستة امتار وقل ضيعها بيترو. في الستة امتار وقل ضيعها بيترو. ماتش كاسح برشا. تحتاج انه كل شيء يطبقوا على لاتي ديما يطلب الكتاب فماش فلسفه. تياغو ريس جا اليسار اختيره برشا يتقاع عندك وقت. ترجع كوره للترجي الرياضي باهي دياكيتي يحاول دياكيتي باهي الباس كي برشا وصلها والكوره يطالب بخطا. لازم نركز على اللعبه يا حاج علي. ترجع كوره للترجي تماس للترجي التونسي. انغولي باك وسيلة دراجر يقاتل على الكرة عاونوا كوسيلة. هو الاستعمار الفرنسي وقتها جمهور مشى للجزائر وانا دياكيتي يمشي بكرة في رادس ولكن كرة عالية. وقتها تسمى الترجي الرياضي موجود زادوا له التونسي التي زادت وقتها في ذاك التنقل الشمال افريقي. الترجي التونسي عشق جنون جماهيري يسلمه الانتماء كما يسلمه مسؤولية الترجي. لازم يكون الترجي. نرجع كرة لفرقة انغولا يمشي عالي لانه دراجر نيكس كومبيتيسيون. تمشي كرة عريضة يا ستار وفرصة ومحاولة لعرضة كان افضل منها. تمشي بن حميده سايب كوره باهي بن حميده ممتازه لو مرت قاتل ابو عاليه كوسيله وسط مشات كوره باهي عوده مع ياساس خلصها ياساس كوره والتسديده والكوره رجعت من المدافع الى الحارس. موجوده الفرص ولكن يواصل الترجي غياب. يلا ابو بكر دياكيتي وين المسانده يدخل دياكيتي تهرب عليه يلا مع صاحبك يرجع كوره عن طريق توغاي باهي توغاي واحدة من توغاي يلعب واحدة اثنين يمشي توغاي يحاول يكسر بيه على اليمين ولكن ما يقدرش. حلوة الكرة بين كوناتي وتوغاي باهية لكن ما زالت انغولية. كرة خطيرة العرضية محاولة وتوزيعة ومرت سلامات يا الله. يمشي على اليمين اليد يوزع كرة وحدك كرة من بشير بن الانغولي يهاجم بعرضيه خطيره وترجع بالراس من توغاي او جلاس الباك بالكره الثانيه مشيت مره اخرى للفريق الانغولي عرضيه وركنيه بين حميده وكورنير. ركنيه لفريق انغولا لبطل انغولا بيترو. ترجع كره في مناطق الجزاء موجود اتقاء تنفيذ من معز حاج علي. كره ترجع سهله بالمعز رد بالك كيما جات تمشي كرة لأنساس ولكن الحارس قريب طبعا. فريق الانغولي اخر دقيقة بين ثلاثة. حمزة جلاسي يحط بدنه ممتاز دوري المجموعات في الشامبيونز ليج. باهي منطقة كرة طويلة يغلط المدافع امشي يطمع دياكيتي يضغط بالك من الكونتر. شوف الاخطاء الفردية عرضية صعبة خطيرة وفي خطأ للترجي. حكم مع دياكيتي يمشي بالكرة فيها صفارة فيها رجوع. تسلل ضد بوبكر دياكيتي ورسميا الشوط الاول في رادس ينتهي اصفار 0 الترجي 0 بيترو. الترجي التونسي بيترو اتلتيكو على نتيجة 0-0 بانتظار الحسم في الشوط الثاني. الى اللقاء سنعود بعد دقائق. الحكم الكيني بيتر فلافيو يتصدر المشهد والصورة ونادي بيترو يبدأ الكرة معاه في الشوط الثاني. شهاب عرضية يلعب الكرة شهاب في البينالتي يمشي كرة جبالي يلعب كرة شهاب وين الرأسية. الهدف الأول للترجي التونسي بوبكر دياكيتي ريح وارتاح اضرب بالراس وبالمرتاح 1-0. الترجي التونسي يقترب من الربع النهائي.
الهدف الاول للترجي. شهاب الجبالي يعمل سنتراج والكروس في السيمتر، يطلع دياكيتي الجوهرة الجديدة الترجية. 5 أهدافه في الشامبيونز ليج وهدف اول في رصيده على عشب رادس. 1-0. الترجي التونسي ياخذ ثنية، ياخذ طريق يعرفه، عاش فيه سنين، يدركه من سنوات. جمهوره يرفض ان يغادر الترجي في شهر فيفري مرات وسنوات. الترجي لا يغادر من جانفي، لا يغادر من فصل الشتاء. الترجي يلعب الى حدود الربيع وبدايات الصيف. فيو بوراس، فلافيو لانغولي احسن الهدافين في افريقيا في الضربات الراسيه، لاعب بيترو السابق واللاعب النادي الاهلي. كره كينيتو ما يتعداش. ترجي معاك المورال الان والحكم يقول فاول. الحكم يقول خط. تمشي كره ملعبة طويله، رد بالك دراجر بالراس الى التماس في وسط الميدان، تتهيأ يضغط الحاج، كرة تمشي طويلة بالراس دراجر، يا حاج عليه الضغط. كوناتي خلصنا يا كوناتي، يلا يا انساس. ساس والثاني ساس حط الكرة يا انساس. اوه ساس الانغولي يرجع. الترجي يقرب روح اخرى والهدف يعطيه الثقة. رد بالك في خطأ. تلعب الكرة لبيترو، ترجع بالراس، ضربة مرمى لباشا، يمشي بالكرة للترجي ممتازة حلوة، عاودها له كرة تمشي والدفاع يتصد. يعني حتى التعادل مع مالي تدخل في حسابات، لكن على في خير. خرج له كرة، يمشي كوناتي يضغط اليفواري لاعبين. ما نحكيوش مازلنا ما وصلناش. الكرة ترجع انغولية، وين خطيرة ترجع بالراس، باية مرة أخرى من خامس لدياكيتي والكرة من كوناتي. يلا كوناتي حلوة برشا، يا ساس يضيع الكرة والاوفسايد موجود. مشوار الترجي في البطولة انغولية، مازال الماتش، مازال اللقاء. تماس يربح ميدان، يتقدم كينيتو، غطي معاه، حط بدنك ورد بالك وبرا اوت. ولكن لعل تغيير اخر يكون، مش مركز بمركز، ولو انه منطق يقول كده. يا ساس وينك يا ساس، ارجع يا ساس، توحشناك يا ساس، باسي يا ساس، وحده يا كوناتي ديكيتي ودي ابو بكر يضغط والكرة ترجع ترجية حلوة. شهاب جبالي مشيت ما مشيتش، ما تتعداش مع ينساس، تتعدى باريس يدخل. اعطيني اللي يهمني الان. دانو بديل لمن؟ غادر باندا ويدخل ابر. كرة ترجع للترجي التونسي من جانب ينساس في الكولوار، يضغط ينساس والتماس تسلل. تمشي كرة ترجية، ينساس يشوط الكرة، ينساس رجعها قدام دانو يا ماركيز. اذا يتصدى اوغو ماركيز. ترجع كرة للترجي، لعبة ممتازة، ترجي امتياز. يلا دانو وحدة، دانو غدار يا دانو، والكرة ضربة مرمى عن طريق يانساس. تحرك السلساو، يانساس الثانية، الكرة الثانية وين للترجي، وين من بعيد حاول يوزع كرة خطيرة منطقة جزيرة الباك القادم من اليسار، ضربة راسولة ثم الكرة الثانية وخطأ لدراجر. ماذا قرر الحكم الكيني؟ قال ما فما شيء، قال ركنية لبيت. تمشي كرة عن طريق باني خطيرة، يخرج بن سعيد، مسات الإمكانية، فرصة للفريق جاك ديارة. يدخل ديارة من حسام، يهرب دانو يدخل منطقة الجزاء، بينما هنا خطورة للفريق الأنغولي. يمشي كرة بالظهر، غطي توغاي، يخرج يا بشير. خراج بن سعيد الجزائري مش سهل، راه عنده أكثر من شهرين غايب، 2.5 تقريبا. تماس للترجي، تسلل فما الثاني، امشي يا شهاب. جبالي يعاود يهرب، شهاب يعمل كراس وجاب الكورنر. برافو شهاب الجبالي. يمشي كرة الركنية من شهاب الجبالي، ترجع بالراس والترجي يتقدم انتقاء. حسام شهاب، والحق التخمين انك تخرج في دوري المجموعات في هذه المجموعة. الحقيقة في ظروف اخرى الترجي
كان يحس داري نضيقوا المساحات، تعطيش فرصه يتصرف الكره عرضيه وبالراس توقاي. يا توقاي في الظهر، يلا ديارة، لهذا دخلت يا جاك، يمشي جاك ديارة الثاني. الترجي الرياضي التونسي وما أدراك يسجل الثاني. جاك ديارة جاك يا أنغولا. 2-0 مبروك للترجي الرياضي التونسي. الشامبيونز ليج ما عندهاش طعم من غير الحمراء والصفراء. إذا 2-0. شوف الكونتر، شوف الكرة، الباس ممتازة، يظل لي حاجة عليه. مشاك جاء بالقوة والسرعة إيليي، والهدف الثاني لجاك ديارة في الشامبيونز ليج. يمشي لبيترو، محاولة توزيع عرضية وما يتعداش. أهلا بكم في ملخص مواجهة الترجي الرياضي التونسي وبيترو أتلتيكو في ليلة أفريقية جديدة من ليالي رادس الممتعة. بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، دخل الترجي الشوط الثاني بقوة ضاربة ومع انطلاق الصافرة مباشرة، وتحديدا في الدقيقة 46 نجح أبو بكر دياكيتي في مباغتة الدفاع وتسجيل الهدف الأول للترجي ليمنح أصحاب الأرض التقدم مع أولى لحظات الشوط الثاني. واصل الغول التونسي ضغطه العالي وسيطرته على وسط الميدان، وفي الدقيقة 81 تمكن جاك ديارة من تعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثاني للترجي ليؤمن النقاط الثلاث ويحسم المواجهة لصالح ممثل الكرة التونسية. بهذا الفوز المستحق بنتيجة 2-0 يواصل الترجي عروضه القوية في دوري أبطال أفريقيا. شكرا لكم على المتابعة. شاركونا في التعليقات، ما هو تقييمكم لأداء دياكيتي وديارة اليوم؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.